صاحبتها بطه دي بقى، انت قاعده فين؟ قاعده مع مين؟ صاحبتها اللي استدرجتها، اللي هي اللي استدرجتها، لحماتها وعمتها اللي انهوا عليها قاعده مع مين؟ وخلصوا على حالها. قالت لا ده انا جالي الحكومه في البيت، مش عارفه الحكومه دي جايه لي تبع ايه، انا ما اعرفش. انا كنت عامله كارد مع ناس، بس الكلام ده بقاله 3 سنين، خايفه يكون الحكومه يشتكوني وجايين عايزيني. طب هم يعرفوا منين اللي انت عند مرات عمك؟ ما حدش يعرف على اللي انت عند مرات عمك الا صاحبتك دي، مفيش حد يعرف. رنت عليها قالت لها انا مش عارفه اقعد فين، انا مرات عمي مش لاقياها وهي خايفه يحصل مشكله، وانا خايفه اروح للحكومه تجيلي تاني. قالت لها لا ما تروحيش، تعالي لي انا. راحت باتت عندها الصبح، دخلوا عليها الثلاثه، اللي دخل عليها بشومه وبرواز ازاز، برواز مليان مسامير، كل ده على دماغها، كل ده على دماغها. طاوله الضمنه على دماغها، ازايز اللي هي الحاجه الساقعه على دماغها، كوبايات على دماغها، لغايه ما خلوش عض قرم من هنا. وركه ديت ما تشوفهاش من الزرق، ما تشوفيش معالم وشها اصلا، انت ما تشوفيش معالم وشها. الجيران بقى اللي عرف سمعوا صوتها وهي بتصور، صاحبتها خدت تليفونها وعانته عشان لو رن ما تفتحش السكه وتقول لحد انجدني ويعرفوا هي بيتعمل فيها ايه. خدت التليفون وعانته، اللي هي بطه دي، اللي هي صاحبتها اللي هي صاحبتها اللي استدرجتها. لما الجيران سمعوا الصوات وضرب وخبط ورزع بلغوا النجده، جت النجده خدتهم كلهم على الاسم. في الاسم قلت لهم دماغي وجعاني، دماغي محدش سأل فيه، فقررت تستعبط. ضربوها في الاسم، الحريم ضربوها. النزيف داخلي، بعد عنك دماغها بتغلي، فوران في دماغها. امها قالت لها تاكلي يا بنت لقمه، قالت لها اطلب لها دليفر، البنت جايه وشها كركمه هتموت، اطلب لها احلى اكل وهتلاقي احلى شرب. اطلب لها يا دوبك اكلت لقمه وبقى عصير، وقالت لها يا ماما انا عايزه اصرح بس خايفه دماغي وجعانه، انا عايزه اصرح، شعرها بعد عنك متلعبك في بعض. تلاقي دي انا مش قادره اصرح، صرحي انت واحده واحده مع نفسك، صرح يا عيني وتطلع كتل شعر كده. ربطت دماغها، تلاقي اما انا اخش انام شويه، يا دوبك هي بتحط دماغها وما سمعت راعي الصوت، الحقيني يا ماما، هموت يا ماما، سامحيني يا ماما، انا جايه ابقى تحت رجلك، انا جايه ابقى تحت رجلك ياما، انا رفعت قضيه ياما وعايزه ابقى معاكوا ياما، ما تسيبينيش ياما. قالت لها مش هسيب، واقف قدام الدنيا كلها عشان. لما لقيتها بتصوت فكرت عندها صداع، قالت لها انت عندك صداع يا بنتي، تعالي يا بنتي اما اوديك الصيدليه. في ثانيه لقيت ده دم بينزل من مناخيرها، كتل دم عماله تنزل. كل ده كان في لحظات، كل ده في لحظه، مفيش نص ساعه. طلعت تجري وتصوت من البلكونه، اسعاف نهضوني يا اولاد، الاسعاف اتاخرت. الدكتور قال ان الحاله مضروبه بقالها حاده على دماغها، بقالها يومين، وعندها نزيف في المخ داخلي، عندها نزيف في المخ داخلي، والحاله مش هتكمل. مين اللي عمل فيها كده؟ انا هطلب المباحث. قامت امها قالت له اطلب المباحث، وحماتها واخوات جوزها اللي عملوا فيها. قامت الحريقه بقى، مات. البقاء لله يا حبيبتي. دينا ماتت في حضنك على صدرك، قولي لنا تفاصيل وكواليس اللحظات الاخيره في حياه دينا. جات لك وهي بتقول لك ايه؟ سندوتش فول. رفضت تاكل اي اكل من التاني، سندوتشات كفته، سندوتش فول. ما كلتوش يا حبيبتي، هي قطمه اللي قطمتها بس. قطمه واحده. قالت لي دايخه يا ماما قوي، دايخه، في حاجه في دماغي وجعاني جدا، وعندي اختناق في رقبتي كده، بصي يا ماما ايدي وشوفي جسمي وشوفي ظهري، متبهدله ما فيهاش حته سليمه، ظهرها ودماغها ودراعتها الاثنين وركها، كل ده تعذيب. بس ما قالتليش ضربوها بايه ولا قدر. قالت لي ده صاحبتي اسمها بطه، قالت لي تعالي بدل المباحث بتدور عليكي، تعالي اقعدي عندي. وقامت يا ماما وانا عندها متصله بيهم وجايباهم ومطلعين لنا يضربوني. حكيت لك بقى؟ حكيت قبل ما تموت بنص ساعه. ما فيش كلام كده على السريع، مش قادره تتكلم، كلمه بتطلع منها بالعقل. ربنا عايز يكشفهم. قالت له بقول لها ايه اللي وداكي الاسم ربنا عايز هنا؟ يكشفهم. يعني خدوكي ليه وايه السبب؟ قالت لي لا ده هي كانت عامله لي تغيب
ماشي، وقامت بقى بعت البنت ديت قايله لي تعالي اقعدي عندي يا امان محدش هيعرف طريقي. واما خدتها عندها قامت متصله عليهم عشان هم اصحابها وقالت لهم تعالى انا جبت لكم دينا عندي الشقه. ما يتلاقى مين؟ انا جبت لكم دينا الشقه. راحت دينا بقى ضربوها بقى الحاجات اللي موجوده في الشقه كلها، ضربوها على دماغها وعضوها وضربوها بتقول لي بكرسي الظهر يا ماما، وظهرها متعور جامد، معدوده من هنا من دراعتها، عض جامد.